في متابعة لآخر المستجدات الخاصة بطوفان الأقصى، حزب الله يدخل على خط الطوفان من جهة لبنان. يبدو أن الأمر لن يكون مجرد عملية داخل العمق الإسرائيلي، حيث حدث خلال الساعات الماضية إطلاق قذائف من جنوب لبنان باتجاه مركز عسكري إسرائيلي قرب مزارع شبعة المحتلة صباح الأحد. وقالت 3 مصادر أمنية إن القذائف التي أطلقت من لبنان أصابت موقعا عسكريا إسرائيليا. وفي أعقاب إطلاق القذائف أعلن حزب الله اللبناني تبني الهجوم، وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا مدفعيا استهدف به مصادر إطلاق النار جنوبي لبنان. وعلى صعيد آخر، أكدت قناة كان الإسرائيلية الأحد ارتفاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 300 قتيل وأكثر من 1500 آخرين من الجرحى.